كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهارده بقى هنعمل أكلة اسمها إيه بقى، بيسموها أكلة الوحوش، يعني مش أي حد ياكلها. كوارع بالورق العنب، بس بصراحة هي دمار، أي حد بيحبها. أنا عندي مثلا ولادي ما ياكلوش كوارع لوحدها كده، لكن ياكلوا طاجن كوارع بالورق العنب. شايفين شكله عامل ازاي؟ حاجة كده مغرية جدا للأكل. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والكوارع مش هتاخد وقت في السوا خالص. اسمعوا معايا الفيديو للآخر عشان تشوفوا كل التكات اللي احنا هنعملها تخليكي تطلعي طاجن أحسن من بتاع المحلات كمان. يلا معايا. اول حاجه هنعملها هنجيب الكوارع. طبعا الجزار بيبقى مكسرها كده، انت بقى بتقطعيها وبننقعها في ميه وملح وخل، وتغسليها وتفضيها، تفضي الميه وترجعي تنقعيها تاني في ميه وملح وخل مرتين ثلاثه كده. تمام كده. بعد كده بقى بنجيب الكوارع بتاعتنا، بنحطها في الحله. بنحط الاول ميه في الحله، الميه تغلي، نروح بقى حاطين الكوارع بتاعتنا بعد ما غسلناها كذا مره ونضفناها وبقت بيضه قدامكم زي ما انتم شايفين كده. ونعلي عليها النار عادي، ونجيب معانا جزرايه وبصلايه نقطعها نصين وطماطمايه ونحطها عليها، وبنسيبها بقى تغلي. اول بقى ما تغلي قدامنا كده نبدا نشيل اللي على الوش ده، اسمه ريم. بنبدا نشيل الريم دوت عشان يبقى نضيف. هي طبعا ما فيش فيها ريم كتير، بس انا يعني ايه خد وقت شويه في الشيل عشان اشيله كله، يعني عشان انا المي الشوربه دي انا هسقي بيها المحشي بتاع ورق العنب. زي ما قلت لكم في تكايه هتخليكم تسووا الكوارع بكل سهوله وما بتاخدش وقت خالص. الكوارع دي انا بعملها قبل ما اعمل المحشي بيوم. طبعا بعد ما قلبت بقى زي ما انتم شايفينها كده وشيلنا الريم من عليها، هجيب بقى التوابل بتاعتي. انا بحط توابل بسيطه جدا، عباره عن شويه فلفل اسمر وورق لورا وشويه قرنفل، يعني صوص قرنفل 3 4. لو ما عندكيش قرنفل مش مشكله، ولو في حبهان كمان ممكن تحطي، بيدي طعم جميل جدا. وهنسيبها بقى. الكلام ده انا بعمله بالليل ساعة على البوتاجاز. بعد ما بنحط التوابل بتاعتنا بنهدي البوتاجاز خالص على الآخر، بنهديه خالص، نهدي النار تبقى على نار بسيطة خالص، تقلب بقى على راحتها لمدة ساعة، ونطفي عليها ونسيبها لحد تاني يوم الصبح في المية بتاعتها دي. ماشي، ساعة زمن زي ما قلنا، ونسيبها ونوطي عليها وبعد كده نطفي. انا بقى دلوقتي عملت الخلطة بتاعت المحشي، وابدأ بقى الف ورق العنب. بنلفه جامد يعني كده عشان ما يفكش مننا، وهرصه في الصينيه. طبعا ما برصوش في الطاجن، برصه في الصينيه الاول او في طبق يعني، وبعد كده ايه ابدا ارصه في الطاجن بتاعنا. انا عامله كميه رز كبيره شويه لان انا ايه هعمل كرنب وبتنجان وكده، مش ورق عنب بس يعني. انا رصيته اهوت في الصينيه، هكمل الورق العنب كله معايا. طبعا ده احنا صباحنا تاني يوم الصبح. ماشي، هايد بقى تاني على الايه، على الكوارع، هايد عليها النار برضو وهديها، واسيبها على البوتاجاز كمان ساعه، ساعه واحده كمان، يعني ساعه بالليل وساعه الصبح. بتستوي الكوارع في يعني شوفوا ما بتحسوش بيها. ان احنا لو حطيناها وفضلت تغلي على النار كده ممكن تقعد 5 6 ساعات معانا، يعني ما فيش مشكله. بنجيب بقى الطاجن بتاعنا، وزي ما قلت لكم الاكله بتاعت النهارده تقيله شويه ودسمه، فهنجيب بقى زبده زي ما انتم شايفين كده، وندهن بيها الطاجن، او حبه سمنه مثلا لو عندك سمنه متسيحه وتدهني بيها الطاجن من تحت. ومعانا بقى شويه خضار حلوين كده زي اللي انتم شايفينهم كده، بنقطعهم ونحطهم. انا حاطه طماطم وبصل وفلفل رومي وشطه خضراء، برضو شطه خضراء متقطعه. الشطه برضو بتدي ايه، بتخلي الاكل حامي شويه كده، بيبقى جميل. وابدا بقى ايه ارصه في الطاجن من تحت. الخضار ده بيبقى طعم جدا بعد ما الاكل بيستوي، بتاكليه بقى كده مع المحشي والكوارع، يا سلام، تحسي كده انك انت في حته تانية خالص. انا اتعب نفسي ليه، فضي كله مره واحده بجد. طاجن ورق العنب بالكوارع ده بيودي الاكل كله في حته تانية، بيخليكي كده ياه. وتخيلوا بقى احنا في رمضان كمان، حاجه كده عظيمه. حطيت انا الخضار كله اهوت، هبدا بقى ايه ارص الايه المحشي ورق العنب. ارصيه بقى زي ما انت عايزه، ترصيه مدور، ترصيه صفوف جنب بعضها، كل واحد بيرص المحشي بالطريقه اللي بيحبها يعني. اهم حاجه انك تسيبي في النص مكان لورق العنب، مكان معلش مكان للكوارع بتاعتنا. طبعا احنا بنحط الكوارع مع بتبقى استوت وبنحطها مع ورق العنب وهي مستويه. ده الشكل النهائي بعد ما خلصت. سايبه بقى انا الفراغ ده في النص نحط فيه الكوارع. طبعا الكوارع بتاعتنا بقالها ساعه على النار، الساعه التانية. تمام كده زي ما انتم شايفين، عملتها بالسكينه استوت خالص. بصوا بتطلع ازاي، استوت خالص. نبدا بقى نقطعها صغير صغير كده. طبعا ما ينفعش نحطها كبيره كده في الطاجن
عشان يبقى الصباح كده مع صباع محشي ورق العنب مع حتة الكوارع حاجة تانية عظمة. هنبدأ بقى نقطعها صغير، شايفين هي استوت جامد ازاي؟ دي بقى العروق اللي جوه بتبقى جامدة شوية. تمام كده. هنقطع بقى الايه الرجل كلها عندنا، نطلع كل اللي فيها دوت ونقطعها كلها. تمام كده. زي ما قلت لكم شوفوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا التريكات اللي هتخلي الطاجن حاجة تانية خالص زي بتاع المحلات واحسن. انا قطعت الطاجن كله. هجيب بقى عندي الطاسة بتاعتي زي ما انتم شايفين الزيت عامل فيها ازاي، وبجيب 3-4 فصوص توم اهرسهم واحطهم مع شوية سمنة واحمرهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد ما بيصفروا كده لونهم بيصفر، اجيب بقى الورق اجيب الكوارع كلها اللي انا قطعتها اهي واقلبها مع فصين التوم دول. دي اسمها دقه، يعني بنعمل للكوارع دقه. وشويه بقى كمون وشويه كزبره كده، يا سلام يظبطوا الاداء. طبعا انا نسيت اقول لكم لما الكوارع بتدخل على سوا بنحط لها الملح بتاعها، بنملح الشوربه بتاعتها. طبعا احنا حطينا الكمون اهوت والكزبره وهنقلب ونسيبها على النار كده قيمه 5 دقايق واحنا شغالين في التقليب. وشويه فلفل اسمر كمان. ظبطنا كده الدنيا اهو. يا سلام على الريحه، ايه الريحه الجميله الفظيعه دي، تحسي انك عايزه تجيبي بقى رغيف وتحطي فيه شويه كوارع كده وتاكلي. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا اهوت ونحط فيه الكوارع بعد ما قلبناها في التوم، في دقه التوم وحطيناها. يا سلام، تحسي الواحد عايز ياكل الطاجن ني قبل ما يستوي. معانا كده اهو بالثوم. كده احنا كملنا الطاجن سويناه ببعضه كله. بحب انا بقى احط ايه قرن شطه اخضر كده اقطعه، البوز بتاعه طار حتى، لان الاكل لما بيبقى حامي كده الحاجات دي مع انها بتبقى دسمه بقى وتقيله كده وشويه حرقان كده، يا سلام حاجه عظمه. اللي جنبه ده طاجن صغير كده كان فيه شويه محشي ورق عنب اتبقوا فحطيتهم في الطاجن الصغير التاني. ونجيب بقى حته زبده ونحطها على الوش تاني غير بتاعه تحت. مش انا قلت لكم اكله العظماء دي مش اي اكله، اكله الوحوش فعلا. هنبدا بقى نسقي المحشي. دي شوربه الكوارع، انا بصفي عشان ورق اللورا بقى ومكان البصل والطماطم والحاجات اللي فيها ما تنزلش. تمام كده. ونجيب بقى طبق من عندنا، نضغط قوي كده، شايفين الشوربه طلعت ازاي، ونغطي الطاجن بالغطا ده. طبعا لو مش لو ما عندكيش طاجن من غير، لو الطاجن من غير غطا بتغطيه بورق الومنيوم. وبحطه على البوتاجاز شويه، وبعد ما بحطه على البوتاجاز وبيستوي ويشرب بقى في حاجه بسيطه، اروح حاطاه بقى في الفرن حوالي 10 دقايق واقعد عليه الشوايه وبيطلع الجمال اللي قدامك ده. جربيه مش هتندمي انك جربتيه. وبالهنا والشفا. وان شاء الله رمضان سعيد عليكم وكل سنه وانتم طيبين، وتابعوني بقى ان شاء الله كل يوم مع اكلات جديده في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.